هاي بنات، ايه الاخبار؟ النهارده حلقه جديده من قعده بنات. هاتي مشروبك المفضل يا قمر، ويلا بينا النهارده نتكلم عن يوم عرفه. احنا دلوقتي يا بنات في افضل ايام السنه، الله سبحانه وتعالى اقسم بيهم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. انتوا عارفين ان الايام دي تجتمع فيها 3 اركان من اركان الاسلام: الحج والصيام والصلاة. طب جيبي يا قمر ورقة بيضة وتعالي معايا واكتبي فيها كل أحلامك وأمنياتك اللي نفسك تحققيها، كل حاجة اكتبي على قد ما تقدري، مفيش حاجة هنقولك ليها لأ. جاي يوم عظيم إن شاء الله تستجيب فيه دعواتك كلها، كل حاجة بتحلمي بيها إن شاء الله تستجيب في يوم واحد بس. انتي قادرة في يوم واحد بس بدعوة منك تغيري حياتك كلها، بدعوة واحدة بس تتقلب حياتك للأفضل، للي بتحلمي بيه، لأي حاجة نفسك فيها. يعني انتي من يوم واحد بس قادرة انك تغيري فيها حياتك كلها وتبدأي حياة جديدة. بدعوة واحدة بس ممكن حياتك تتغير. طبعا كلنا عارفين انه يوم عظيم ويوم لمغفرة الذنوب جميعا والتوبة لله سبحانه وتعالى. فده يوم يعني ما شاء الله على الثواب اللي هتاخديه، وما شاء الله على الذنوب اللي احنا كلنا مليانين ذنوب وخطايا في اليوم ده، قادرة انك تغفريها، قادرة بتسبيحة منك التسبيحة مضاعفة، الذكر مضاعف فيها. يوم واحد قادر انه ان شاء الله يعتق رقبتك من النار. اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فاكثروا يا بنات، اكثري من الدعاء، من كل حاجة نفسك فيها، الأشياء اللي بتتمنيها. غير طبعا ان الصيام بتاعه بيكفر سنة قبل وسنة بعد، فطبعا اليوم ده اكيد بإذن الله صايمينه. يوم واحد صيام يكفر سنتين يا بنات، يكفر سنتين. طبعا في شيوخ متكلمة عن يوم عرفة افضل مني ب1000 مرة، بس انا حبيت اني اوثق ان يوم واحد بس يا بنات قادر انه يغير لنا حياتنا. يوم واحد قادر انه يحقق لك اللي نفسك فيه، كل حاجة بتتمنيها. نفسك تطوري في شخصيتك، نفسك تبقي شخصية احسن، نفسك في احلام تحققيها، نفسك في اي امنية اكتبيها اكتبيها وادعيها يوم عرفة. يا ربي سبحانك يوم واحد يا ربي يغفر الذنوب، يستجيب دعوات. فدي من رحمة ربنا علينا، واليوم بيبقى معروف سبحان الله. ابدأي يوم عرفة بالصيام طبعا، وطول اليوم دعاء. اتكلمي مع ربنا، اتكلمي مع ربنا بكل حاجة بتضايقك، كل حاجة في نفسيتك تعباكي اتكلمي فيها مع ربنا بكل حاجة نفسك فيها. ادعي، ادعي وعيطي عند الله سبحانه وتعالى، قولي كل اللي نفسك فيه. ما تتردديش وما ترتبيش الكلام، لا ادعي بكل اللي في قلبك. مش عايزين يبقى الكلام مترتب، بالعكس كل حاجة في قلبك طلعيها واحكيها لله سبحانه وتعالى. يا بنات وقفة واحدة يوم عرفة قادرة انها تكون بداية لحياتك، قادرة انها تكون بداية لحياة ما كنتيش تحلمي فيها. كرم ربنا شديد وجميل وكبير قوي علينا سبحان الله. انت عايزة تغيير حقيقي ممكن يبدأ من يوم واحد، يوم واحد بس، قرار صادق بتكوني فيه وإرادة ان اليوم ده انا هستغل في كل حاجة ان شاء الله نفسي فيها. ادعوا يا بنات، ادعوا بكل اللي نفسكم فيه، ادعوا بيقين ان الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق هذه الدعوة. يعني سبحان الله لا يعجزه شيئا في الارض ولا في السماء. فادعي وانتي على يقين ان في اجابة للدعاء بتاعك. في كل الحالات الله سبحانه وتعالى بيستجيب لكل دعوة انتي بتقوليها في حياتك، ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لك ليها. ممكن الدعوة دي تكون انتي بتدعيها بس هي عبارة عن سوء كان جايلك او شر، فربنا سبحانه وتعالى بيصرفه عنك، او انه بيكون خير والله سبحانه وتعالى مأخرهولك لوقت انتي هيكون مناسب ليكي انتي اكتر، او انه سبحانه وتعالى بيدبر لك الاحسن من الدعوة اللي انتي بتدعيها دي. ادعوا يا بنات، ادعي بيقين
وتذلل لله سبحانه وتعالى وقلب خاشع ليه سبحانه وتعالى. حتى لو انت بتقولي من جواكي لا انا عندي ذنوب كتيرة، انا مش عارفة ربنا يتقبلني ازاي، بالعكس ده احنا في يوم مغفرة لكل ذنوبك، مغفرة للذنوب انت كنتيش تتخيلي انها اصلا هتتغفر. فلا ده بالعكس انا اروح له وانا قلبي صافي وانا كلي تذلل ان الله سبحانه وتعالى هيغفر لي ذنوبي دي. حتى لو كان عندك ماضي سيء مع الله سبحانه وتعالى، لا ما تستحيش منه وارجعي له. الله سبحانه وتعالى بيبقى فخور وفرحان بينا جدا بقدوم العبد إليه، وكل يوم ربنا سبحانه وتعالى بينتظرنا نرجع له، فده يوم مثالي ان احنا نرجع له فيه. احنا الله سبحانه وتعالى بينتظرنا، بيبقى فرحان بقدومنا إليه، فنروح له بقلب خاشع مطمئن ان يوم واحد بس قادر ان شاء الله يحقق لنا دعاء ودعواتنا، قادر ان شاء الله انه يغفر لنا ذنوبنا، قادر انه يعتق لنا رقابنا من النار. فاستغلوا اليوم ده بكل ما اوتيتم من قوة، استغل اليوم ده في كل حاجة نفسك فيها. الله سبحانه وتعالى قادر على تغيير حياتك كليا. اسعي انك تطلعي من اليوم ده كسبانة، اسعي انك تدعي بكل حاجة نفسك فيها. انت نفسك في ايه اكتبيه وادعيه، جهزي من دلوقتي الورقة اللي حابة كل دعواتك ان شاء الله تستجيب فيها. يوم واحد قادر انه يحقق لك حاجة انت كنت بتطمحي لها سنين انها تتحقق، يوم واحد بس قادر ان الله سبحانه وتعالى يغفر لك فيه كل ذنوبك، ويوم واحد بس قادر انه يعتق رقبتك من النار. انت عايزة ايه تاني؟ استغلوا يا بنات اليوم ده، اسعوا فيه بكل حاجة نفسكوا فيها، اكتبوا وقولوا وروحوا ربنا سبحانه وتعالى وانتوا كلكم يقين ان الله سبحانه وتعالى هيستجيب للدعوة دي. ويا ريت يا بنات ما تنسونيش من دعوة، لعل واحدة اقرب مني لله سبحانه وتعالى. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.